كمان الإعلام الذي يتعامل مع الأقوى شعبية. يعني أنا أجيب لعيب يحلف عشان أأكد إن هدف المقصة وضرب الجزاء اللي حسبها إبراهيم نور الدين دي جون ومحمودة وحيد، أقسم بالله كده. طبعا أجاييه لا يمكن يحلف، ولو حلف هيحلف بالانجليزي ولا لا. وكابتن مدحت شلبي لا يمكن، كابتن مدحت شلبي طبعا حتى اما تطاول او اتكلم عليه بطريقه مش كويسه او ساب له السماعه ولم يحترم الحديث معه كابتن حسام بدري قال له معلش هو معذور. لكن حسام حسن بيطلعوا على الفضائيات، اين اخلاق؟ اين المثل؟ اين المبادئ؟ حسام حسن على لعيب كبير على عيننا، لكن ما يجيش حسام حسن يعمل ده في الملعب. احنا عايزين نرجع الجمهور، عايزين يكون في اخلاق في الملاعب، عايزين. اذا الاعلام بيبقى قوي جدا واسد جدا على المصري، على الاسماعيلي، على طنطا، على يجي الاعلام بيبقى يعني شويه مع الزمالك، والاهلي طبعا هو نمره واحد. وهنا اللي انا بقوله لكم بمنتهى الصراحه، حتى في لجنه المسابقات انا بقول لكم من وجهه نظري أن عقوبات لجنة المسابقات على حسب اللي هيكتبه كابتن محمود عاشور قد تكون مباراة واحدة للكابتن حسام البدري، وقد تكون 4 مباريات لحسام عاشور، وقد تكون 4-5 لسيد معوض، لأن وجوده في الملعب ممكن ما يكونش مؤثر قوي، فقد يكون من 4 ل5 مباريات. لو زادت بقى دي تبقى 8، لكن قولا واحدا دي العقوبة اللي هتتحسب على النادي الأهلي، اللي ما كانش ليها أي لازمة إن حسام البدري يتمنع، وإن طبعا حسام عاشور يتمنع، رغم إن حسام عاشور بأكد لكم إنه هو كان هينضم لمنتخب مصر في شهر 6 اللي جاي في ماتش تونس. كده حسام عاشور ممكن ما ينضمش لانه مش هيلعب الماتشات اللي جايه، واولها ماتش طلائع الجيش اللي جاي يوم الخميس اللي جاي باذن الله. احنا عايزين يكون في هدوء وعداله في كل حاجه. انت اما بترسي العداله ما بين الجميع، بتمنع التعصب، وبتمنع كلمه اشمعنى، وبتمنع كلمة المقارنات ما بين حازم امام خد 8 وده خد 4، اصل وليد سليمان خد 4، اصل حسام عاشور، اصل عمرو زكي قلب الشفايف، اصل ده تم الغاء الشفايف، اصل تم اقتحام الملعب، اصل ده مش اقتحام ملعب، اصل ده جمهور، اصل الامن اللي مدخل 300، اصل يعني هو ده اللي بيفتح باب الجدل. لو طبقنا القانون على الجميع بما يرضي الله دون النظر لشعبية أي فريق، ودون النظر لقوة ونفوذ مجلس إدارة، ودون النظر للصوت العالي من بعض رؤساء الأندية، لو طبقنا القانون على الجميع مسيرة الدوري هتكون سليمة، والناس هتقتنع باتحاد الكرة وهتقول هذا الاتحاد اتحاد عادل بين الجميع، ولا يرى ألوان الفانيلات، ولا يرى المسؤولين، ولا يرى الإعلام. لأن لو أثر الإعلام على قرارات لجنة المسابقات أو اتحاد الكرة يبقى بلاها اتحاد كرة وبلاها لجنة مسابقات. دي كانت وجهة نظري فيما حصل امبارح من مباراة